هنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الخطورة والسرية، إنها سيرن، المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية. هو أكبر مختبر فيزيائي على وجه الأرض كلها. تمتلك 20 دولة، منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا. تمتلك مختبر كبير جدا اسمه سيرن. المختبر ده مختبر فيزيائي. تمتلك القوة السرية مصادم جسيمات عملاق. يقع المختبر تحت الأرض على عمق 100 متر، ويبلغ طوله 27 كيلو متر، ويبلغ قطر الأنبوب الدائري حوالي 27 كيلو متر، أي في شكل دائرة قطرها 27 كيلو متر تحت الأرض بمسافة 100 متر تحت الأرض. وهو لمصادمة الجزيئات دون الذرية مثل البروتونات والكوارك. قدرة المصادم 7 تيرا إلكترون فولت، وقد تم تحديثه في 2015 إلى قدرة 14 تيرا إلكترون فولت. وسيتم تغيير المغناطيس العملاق ليكون قدرة المختبر العملاق 33 تيرا إلكترون فولت في عام 2030. من خلال ذلك المختبر صنعوا لنا الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت بقدرته العملاقة الفائقة الغير ملموسة. والآن بيتم ربط كل الشبكات العملاقة وشبكة الإنترنت بشبكة وسيستم سيرن، وذلك لإتمام ملفات سرية للغاية يعملون عليها في المختبر. والملفات السرية المرصودة هي كالتالي: ملف ربط الشبكات بسيستم سيرن، ملف جسيمات الربط، ملف الزمكان، وملف التأثير على العين والعقل، وذلك لإتمام المخطط الشيطاني وخروج الدجال وقرين الشيطان إبليس من بوابة الزمكان على الأرض، أو ما يسمونه بالثقوب السوداء، أو البعد الزمني المتغير، أو نظرية الأقطاب المغناطيسية المعكوسة. إن ملف خروج الدجال والزمكان في خروج طاقة في المكان بقوة طاقة موحدة ثلاثية. هذه القوة الثلاثية من الطاقات الأربعة الأساسية: القوة الكهرومغناطيسية، والقوة النووية القوية، والقوة النووية الضعيفة، بدون التدخل للقوة الرابعة الأساسية وهي قوة الجاذبية. وذلك ما يعملون عليه الآن في ملف الزمكان. ملفات سيرن في عام 2024-2025 ومخطط 2030 وخروج الدجال، ونرصدهم. والله معنا والملائكة معنا.